دكتور رمضان، دلوقتي في حد عايز يخس، بس الحاجة دي تكون آمنة، وبص فترة الأمان بتاعتها تكون قوية جدا، قوة الأمان بتاعتها، وتكون رخيصة، وهو عايز يشبع، مش عايز وبيجوع كتير، هو عايز يشبع. مشكلته يعني في الشهية، يعني هو مش بيعرف يسيطر على الشهية. طيب بص يا سيدي، في كبسولات في الصيدلية من أكتر الحاجات الكويسة اللي أنا ممكن أنصح بيها في الموضوع ده، خصوصا في سد الشهية، خصوصا إن هي آمنة جدا ومناسبة لناس كتير جدا. في الصيدلية هنا البران كبسول. البران كبسول هو عبارة عن خلاصة الردة. بيعمل ايه؟ طبعا بينزل المعدة ينفش فيها، فبيبدأ ان هو ياخد حيز كبير فيحسسك بالشبع. هو سعره رخيص برضو، دي 6 شرايط ب 30 جنيه، يعني الشيل ب 5 جنيه، ما فيش حاجة دلوقتي اصلا ب 5 جنيه. فهو ممكن يستخدمه كبسولتين كل يوم قبل الاكل بساعة مثلا، ومش هياكل بجد، هياكل يا دوب حاجة كده بسيطة يقدر ان هو لو عامل نظام طبعا يمشي عليه ويلتزم بيه، وممكن ياخدها عند اللزوم لو حس بالجوع عادي، مفيش اي مشكله، مع كوبايتين ميه كبار لازم، لان هم السر في ان الدواء ده يشتغل هي الميه. فالبران كبسول ممتاز جدا، هيخلصه من اي جوع يحس بيه، وهيساعده ان هو يوصل الوزن اللي هو عايزه، وامن، وهو ممنوع بس للمرضى انسداد المعوي لان هو ممكن يعمل لهم مشاكل. اتمنى تكون الحلقه مفيده، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم. لو في اي سؤال سيبوه تحت في التعليقات، هجاوب عليه ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده، السلام عليكم.